السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قضيه جديده وقصه جديده. ما كرهتش منكم الاشتراك في القناه وتفعيل خاصيه الجرس ولايك وتعليق باش نتشجع نبقى نجيب لكم الجديد. القضيه ديال اليوم غامضه شويه. بداو على بركه الله. كانت عائشه واقفه قدام باب السبيطار الجامعي في طنجه كتودع بنتها اللي جاتها فرصه خدمه كممرضه في داك السبيطار. ذاك النهار كانت النظرات بين الام والابنه مخلوطه بين الفرحه والخوف، وكان كيبان بحال شي حاجه خايبه كتسنى عائشه. البلاصه كانت عامره بالغوات ديال الناس والناس اللي كانوا مرات تما، وفي وسط داك الصداع عائشه كتختفي فجاه مباشره من بعد ما سلمت على بنتها. ما كان حتى شي واحد كيتوقع ان داك الوداع غيكون اخر مره تشوف فيها البنت امها. جا الليل ورجعت البنت للدار من الخدمه ولقات الدار خاويه. سولت باها فين هي ماما، قال لها ما رجعتش للدار. ومن تما بدات القصه الغامضه. واش غادي يقدروا يلقاو عائشه قبل ما يفوت الفوت؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في هذه الحلقه من قناه قصه وعبره. نتعرفوا على عائشه اللي كانت مرأة بسيطه في المظهر ديالها ولكن قويه في شخصيتها، مولفه تصبر وتتحمل المسؤوليه. خدمات سنين وسنين في واحد المعمل ديال الخياطه، ولكن الظروف ديال العائله ما عمرها كانت سهله. منين بدات العائله تتقلب عليها في السبيطارات وكيسولوا الجيران، ولكن الخيط الوحيد اللي كان باين هو انها كانت واقفه قدام السبيطار، وتما كانت اخر مره تشافت فيها. الوقت كيدوز وهما مازال ما لقاو والو عليها. ولادها هنايا قرروا يمشيو يديروا بلاغ عند البوليس بداو التحقيق بسرعه وعيطوا للبنت الكبيره اللي كانت اخر مره واخر وحده شافت الام ديالها. البنت قالت ان الام كانت فرحانه داك الصباح وكتشجع بنتها على اول نهار ليها في الخدمه. ما كانش باين عليها حتى شي حاجه خايبه، لكن قالت لهم واحد الحاجه اللي كانت مهمه في الدقيق. ونفعت البوليس قالت لهم بان العلاقه بين عائشه والاب ديالها عبد الله ما كانتش زوينه بزاف، كانت ديما المشاكل في الدار، وكان عبد الله كيتخاصم معاهم على والو. وزيد عليها كان طبعه خايب معاهم، بالخصوص ما كانش كيبغي يشارك الماكله اللي كيشري، بحال اللحم كيشري ليه بوحدو، كيطيبو وياكل بوحدو، كيمنعهم يقربوا ليه. هاد التصرفات بدات منين كان مريض بمرض السرطان، وهذا الشيء اللي خلى التوتر يكبر بزاف. عائشه كانت كتخدم وتتقاتل باش تعاون العائله، ولكن كبرت في العمر وحبست من ديك الخدمه ولات كتاخذ غير المساعدات ديال الناس. واحد النهار دارت حمله باش تجمع فلوس باش تعالج راجلها. شو مسكينه هي فاش كتفكر، وفعلا جمعات شويه ديال الفلوس، ولكن عبد الله هنا بدا كيتقلق وما عجبوش الحال وبغى ياخذ ليها داك الشيء كامل، ورفض انها تحتفظ بشويه ديال الفلوس لدوير الزمان. زعما كانت فكرته كيقول ليها هاد الفلوس جمعتيهم على ظهري، يعني من حقي. داك النهار المشؤوم اللي هو 3 ماي 2023 بنتها كان عندها اول نهار في خدمتها، وعائشه خرجت معها توصلها. بعد ما سلمت عليها كانت ناويه ترجع للدار، ولكن عبد الله اللي كان تابعها جا عندها بالموطور وقال لها كنت دايز غير بالصدفه وشفتك، واقترح عليها يوصلها ويديها معها للدار. غير ركبات معاه هنايا عائشه داها للغابه نيشان اللي كانت قريبه من داك السبيطار. وفي وسط الغابه كتسولوا عائشه كتقول ليه علاش دزتي من هذا الطريق، راه ماشي هذه طريق. شويه هو يوقف، هبط من الموطور وبدا يهضر معها على الفلوس اللي خباتها. عائشه تصدمات وترددات، قال جبتيني حتى لهنا باش تسولني؟ منين شافت السيد ماشي هو هذاك. قالت ليه فين خباتهم. هنا تبدلات الملامح ديالو، هجم عليها وخنقها حتى ماتت، ومن بعد دفنها واحد الحفره اللي كان موجدها من قبل ورزم عليها التراب. رجع للدار بحال الا ما كاين والو وما وقع والو. سلم على وليداتو وهو كيضحك ديك الضحكه الكذابه اللي كلها غدر، وبدا كيتفادى اي سؤال على ديك الام. من بعد البنت وخوها بداو كيقلبوا في كل بلاصه على الام ديالهم، نشروا الصور ديالها في الفيسبوك والواتساب، وزادوا حتى التيك توك، وداروا نداءات باش يتوصلوا شي حاجه على امهم. البوليس هنا زاد الشك ديالهم في عبد الله وعيطوا ليه مره اخرى، لكن كان متردد وكلامه متناقض، وخرج من مركز البوليس بحجه عنده موعد مع الطبيب. البوليس هنا بداو حاضينه غير من بعيد بلا ما يحس، حيت ما كان حتى خيط واضح في القضيه، ولكن الشك ديالهم بدا كيرجع ليه هو بوحدو. منين بقات التحريات كدور بلا ما توصل حتى شي خيط يقدر يدل على عائشه، ولات الانظار كتركز بزاف على الراجل ديالها. البوليس محاوله منهم باش يسرعوا البحث. المحققين لاحظوا انه كيتردد بزاف على واحد الغابه اللي كانت قريبه من السبيطار، نفس الغابه اللي قتل فيها عائشه، ومن تما بداو يشكوا باللي يمكن راه داير شي حاجه تما ولا دافع شي حاجه تما كاينه. وفي نفس الوقت الخوف ما كانش كيفارق ولاد عائشه اللي كانوا دايرين مساكن اللي عليهم، كيدوروا بين الكوميساريات والسبيطارات واي بلاصه يمكن تكون مشات ليها الام، ولكن بلا فايده. الراي العام بدا كيزيد الضغط على البوليس وباغي يعرف شنو واقع، والشائعات ولات كتنتشر على سبب اختفاء عائشه. البوليس بقاو خدامين في صمت باغيين يوصلوا للحقيقه المره. الامور تزادت التعقيدات ملي عبد الله ما تجاوبش على ثاني استدعاء من البوليس، وهنا المحققين قرروا يتدخلوا دغيا وخرجوا
امر باعتقاله. ومنين مشاو للدار حاول يهرب من السطح، ولكن نقز من واحد البلاصه كبيره وطاح وتهرس في ورجليه. بعد ما شدوه داروا في السبيطار تحت حراسه امنيه مشدده. ملي بداو التحقيقات معاه كان في الاول مصر ينكر، لكن المحققين واجهوه تناقضات في الهضره ديالو وفي السلوكات الغريبه اللي دارها قبل ما يتشد. وفي الاخير ما قدرش يصبر واعترف بالجريمه كامله. عاود ليهم كيفاش كان مقابل عائشه وخلاها تثق انه غادي يرجعها للدار، ومشى بها للغابه على اساس يهضر معها في موضوع خاص. ومن وصلوا ما كفاش غير الهضره والغوات، ولكن هنا خنقها وقتلها ودفنها في ديك الحفره اللي كان موجدها من قبل، وسد عليها ومشى بحال ما وقع والو. المحققين تصدموا من الاعترافات اللي قال لهم ومشاو معاه لديك البلاصه اللي دفن فيها الجثه، ولقاو الجثه ديال عائشه مدفونه وخرجوها. عيطوا على ولادها اللي كانوا مصدومين ملي عرفوا شنو طرا الام ديالهم. ما كانش شي حد كيتخيل ان النهايه غتكون بهاد الوحشيه. الامن والشرطه العلميه طوقوا المكان وبداو يجمعوا في الادله باش يوثقوا كل شيء ويأكدوا الاعترافات ديالو. من بعد الاجراءات نقل عبد الله للحبس باش يتحاكم، وبداو البوليس يجمعوا الشهادات من الجيران والعائله ديال الاولاد. الشهادات بانت فيها حوايج صادمه بحال القساوه اللي كان كيعاملهم بها، العنف والسب والضرب، وحتى الحرمان من الضروريات، وحتى الفقر والجوع. ومع كل هذا الشيء كانت عائشه كتسكت وصابره، وكانت كتعاون عبد الله ماديا خصوصا من مرض بالسرطان. ولكن المشكل بدا منين جمعات الفلوس من التبرعات، وهو بدا كيطمع فيها وخاف انها تحرمه من دوك الفلوس، خصوصا ملي رفضت تعطيه. شك فيها، وهذاك الشك زاد عليه وخلاه يفكر كيفاش يرجع الفلوس ديالو، ولقى بان القتل والجريمه هما الحل الافضل. وتبين حتى من خلال التليفون ديالو انه كان كيتواصل مع بعض الناس باش يخلصوا ليه الكريدي اللي عنده قديم بما يوجد لهم فلوسهم، الفلوس اللي كان مخطط ليها قبل ما ينفذ الجريمه ديالو. هاد الادله كامله زادت على الاعتراف ديالو وعاونات القضيه باش تكون ملف كامل ما فيه لا شك ولا غموض. خلات القضيه مرحلتها الاخيره مع بدايه المحاكمه في اواخر 2024. الرأي العام والإعلام كانوا متابعين بصدمة. عبد الله حاول يبرر الجريمة ديالو بالأزمة المالية، لكن المحكمة واجهاته بكل شيء: اعترافات والشهادات والتقارير الطبية اللي كتوثق طريقة قتل عائشة، حتى الرسائل اللي كانت في التليفون ديالو بينات أنه خطط الجريمة من الأول. ولادو عبروا على الحزن ديالهم وحكاو على السنين العذاب اللي عاشوها مع الأب ديالهم، وبعد جلسات طويلة ما نفعوا لا دفاع ولا مبررات، وبقات المحكمة والناس كيتسناو الحكم. وفي الأخير 2 جانبير 2024 صدر الحكم السجن المؤبد، والقاضي هنايا حكم عليه بصوت مرتفع وقوي وسط القاعة. وعبد الله ما كان باين عليه والو، حتى شي ردة فعل، غير كان ساهي ومصدوم بحال الا عاد فاق ان حياته سالات في الحبس. ولادو كانوا واقفين بعيد في الاخر ديال القاعة وكيتفكروا لحظات الخوف والرعب اللي كانوا عايشينها مع باهم، ومنين كان كيمارس عليهم العنف والجوع بلا رحمة. وهكا تسدات اخر صفحة من قضية عائشة اللي هزات طنجة والرأي العام. البوليس خرجوا عبد الله من المحكمة باش يتنقل للسجن اللي غادي يعيش فيه سنين طويلة. السؤال هنايا كنوجهو لكم: واش كتظنوا ان الحكم بالمؤبد كافي حق عبد الله، خصوصا مع سنوات القسوة اللي عاشتها عائشة؟ جاوبوني في التعليقات، وما تنسونيش بالاشتراك في القناة. تهلاو لي في راسكم، نتلاقاو فيديو جديد وقضية جديدة. السلام عليكم.